السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحة واحسن حال. اهلا بيكم في قناتي وقناتكم قناة اسرار حياتنا لكل المواضيع اللي بتخص الحمل والولادة. برحب بيكم في كل مكان وفي اي مكان، وجودكم نورني ومشرفني. هنبدأ نقول اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، اشرف الانبياء وخاتم المرسلين، عليه افضل الصلاة واتم التسليم يا رب العالمين. هقول لكم النهارده الطريقه اللي انا هقولها دي لتثبيت البويضه الملقحه بعد اليوم ال20 في جدار الرحم. الطريقه اللي انا هقولها لكم دي مهمه جدا 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 عشان تثبيت البويضه الملقحه في جدار الرحم، وعشان يحصل معاكي الحمل ان شاء الله باذن ربنا. لان في ناس كتير بيحصل معاها الحمل ولكن البويضه مش بتثبت في الرحم وبتنزل بعد كده على هيئه دوره. فاسمعيني في الكلمتين اللي انا هقولهم دول، وهقول لك كده حاجات معينه تعمليها عشان تحافظي على الحمل بعد التلقيح مباشره. اول حاجه انا حابه ان انا اقولها ان طبعا في حاجات مهمه جدا لازم ان انت تعمليها. اول حاجه ان حاولي على قد ما تقدري ان بلاش تاخدي اي وصفات طبيعيه بعد ايام التبويض، يعني بعد اليوم ال15 من اول يوم للدوره ما تاخديش اي وصفات طبيعيه، وما تعمليش اي تمارين، وما تعمليش تمارين رفع الرحم، ما تاخديش مشروبات سخنه، ابعدي عن المشروبات السخنه دي خالص. ما تاخديش اي حاجه تكون سخنه، تمام؟ تشربي الحاجه فتره، تاكلي الاكل فاتر، ما يكونش الحاجه درجه السخونه فيها جامده. دي حاجه مهمه جدا عشان السخونيه الجامده دي بتخلي ان الرحم يتخلص من اي حاجه فيه، وبالتالي ممكن الحمل ما يكملش معاكي لو حصل حمل، وتنزل بعد كده على هيئه دوره. فمهم جدا ان احنا ما ناخدش اي حاجه تكون سخنه او تكون درجه سخونيتها جامده، تكون الحاجه فتره، مشروبات او اكلات عشان نحافظ على البويضه الملقحه. تاني حاجه ما تتعرضيش لدرجه حراره عاليه، يعني ما تجيش تقفي قدام البوتاجاز فتره طويله، ما تجيش مثلا تتعرضي لدرجات حراره عاليه فرن او بوتاجاز، او تقفي قدامهم مباشره كده تبقى بطنك مثلا اتجاه الفرن وانت واقفه والهبو او الحراره طالعه عليكي. خلي بالك جدا من النقطه دي. ما تشربيش مشروبات سخنه، او ما تشربيش او ما تاكليش اكلات سخنه، ما تقفيش قدام فرن او درجه حراره مباشره قدام تبقى متوجهه ناحيه البطن كده. تالت حاجه ان انت ما تعمليش تمارين رفع الرحم خالص خالص بعد ايام التبويض، لان في ناس بتقولي انا بعمل تمارين دي لحد اليوم ال20 واليوم ال25. لا، ما ينفعش ان انت تعملي تمارين رفع الرحم او تمارين اللي انا كنت منزلها قبل كده دي، ما ينفعش ان انت تعمليها بعد اليوم ال20 او بعد اليوم حتى ال15. دي معاكي لحد اليوم ال12 او ال13 بس من اول يوم للدوره. طيب الحاجه اللي بعد كده، ما تاخديش دش ميه سخنه. دش الميه يكون ميه فتره او تكون ميه ساقعه، ما تاخديش دش ميه سخنه خالص. تجنبي ان انت بعد العلاقه ان انت تتشطفي مباشره، لا خليكي بعد العلاقه بلاش تشطيف خالص. نقطه تانية حابه اقولها برضو، ان انت حاولي على قدر استطاعتك ان انت بعد العلاقه تحاولي ان انت تكوني رافعه نفسك لمده دقيقتين او 3 دقايق الرجل لحد الوجه، او تفضلي على وضعك لمده دقيقتين او 3 دقايق بعد المباشره عشان يثبت السائل المنوي جوه الرحم ويحصل معاكي الحمل. كل النقاط دي مهمه جدا جدا ولازم تركزي عليها عشان يحصل معاكي حمل، وتعتبر من اهم النقاط اللي انا حابه اتكلم فيها. طيب في حاجه مهمه جدا لو خدتيها سبحان الله هي بتساعد على الحمل وبتثبت البويضه الملقحه. وعايزه اقول لكم ان كان في واحده عندها مشكله ان كان الحمل عندها، بصوا بقى كان بيحصل معاها ايه. البنت دي كانت بتيجي البويضه عندها بتنزل، وما بيحصلش معاها حمل، وتيجي تعمل اختبار حمل تطلع حامل، تعمل اختبار حمل في الدم تطلع حامل، بعد اسبوع بالظبط تنزل عليها الدوره. وفي واحده تانية كانت برضو بتحصل حمل وبتسقط، لان كان عندها نسبه تجلط في الدم، فكانت بتسقط على طول. يعني كل ما يحصل معاها حمل يحصل اجهاض، كل ما يحصل معاها حمل يحصل اجهاض متكرر. تمام؟ الاثنين دول كانوا متابعين عندي هنا في القناه من 2 سنين بالظبط، وقلت لهم الكلام ده والله ويمين يتحاسب عليه، وانتوا هتجربوا بنفسكم
ولو هتشوفوا كلامي وهتيجي تقولوا لي يا انت صح يا انت غلط، تمام. ان انا اما قلت لهم كده ربنا اكرمهم بالحمل وتم معاهم على خير، فده حاجه انا هتحاسب عليها، وما على الرسول الا البلاغ المبين، تمام. فانا عايزه اقول لكم اللي انا هقوله لكم ده خدوه مني واعملوه وشوفي انت هيحصل معاكي ايه. اول حاجه ما يحصل معاكي الحمل، اول ما يحصل معاكي الحمل 7 حبات من حبه البركه على الريق كل يوم، 7 حبات من حبه البركه. دي حبه البركه بتبقى حبوب لها ريحه شويه كده، تمام، وبتبقى سمره وصغيره، مش سمره وكبيره، سمره وصغيره. دي حبه البركه، بتاخدي 7 حبوب من حبه البركه على الريق، تمام، كل يوم من اول ما تعرفي ان انت حامل، او لو انت شاكه ان انت حامل 7 حبات من حبه البركه على الريق كل يوم، تمام. تاني حاجه هناكل تفاحه يوميا، تفاحه يوميا. دي هتسرع من ظهور نبض الجنين وهتثبت الجنين في الرحم. تفاحه واحده يوميا. كان في دكتور مشهور جدا كان بيقول لك تفاحه واحده تقي من الذهاب الى الطبيب، تمام. تفاحه واحده يوميا هناكلها، هتسرع من ظهور النبض، هتثبت الحمل معاكي. تالت حاجه هناخد حبايه من حبوب الاسبرين. الاسبرين العادي اللي احنا بناخدوه ما يبقى عندنا شويه صداع، في اسبرين اسمه 75 اللي هم كبار السن بياخدوه عشان يعمل سيوله في الدم. ده بيعمل سيوله في الدم فبيوصل الدم للرحم فتثبت البويضه الملقحه في جدار الرحم. الثلاث حاجات دول لو عملتيهم من اول ما تعرفي ان انت حامل لحد اخر الحمل معاكي، هتيجي تقولي لي هنا في التعليقات ان انا كلامي ده طلع صح ان شاء الله باذن ربنا. يمين يحاسبني عليه ربنا يوم القيامه ان الثلاث حاجات دول، الاسبرين والتفاحه والحبوب حبه البركه، دول بيساعدوا على تلقيح، بيساعدوا على ثبات البويضه الملقحه في جدار الرحم، وبالتالي بيحصل معاكي الحمل وبيتم معاكي على خير، وان شاء الله باذن ربنا تتم معاكي الامور على خير باذن رب العالمين. جربوا الثلاث حاجات دول حاجات مجربه وفعلا بتجيب نتيجه. الاسبرين ممكن تاخديه بدون استشاره الطبيب، مفيش منه اي مشاكل بتاتا، وممكن توقفيه مره واحده مفيش اي مشكله برده. بس ويا رب يكرمكم الذريه الصالحه ويجعل لي دعوه مستجابه ليكم، وان شاء الله باذن ربنا تبشروني هنا في القناه وتقولوا لي ان انتوا ربنا اكرمكم وتملكوا على خير يا احلى واغلى اخوات. يا رب اسمع عنكم خبر خير دايما، يا رب يرزقكم الذريه الصالحه عاجلا وليس اجلا، ويا رب اسمع عنكم كل الاخبار اللي تفرحكم وافرح لكم انا كمان باذن الله. اسيبكم في رعايه الله واسيبكم في حفظ الله، دمتم بالف صحه سالمين عافيين يا رب العالمين، الى ان نلتقي في فيديو جديد ان شاء الله باذن ربنا، واترككم في حفظه وعنايته ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.